مش عارفه اكتسبت منين بتاعت هلو يا جماعه دي، بس هلو يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيتكلم عن الشعر. احنا عشان في الصيف، هو ماشي بس احنا برضو في الصيف، حاسه ان منتجاتي كلها محتاجه تبقى بتتكلم عن الشعر اكتر، عشان ندخل الشتاء مرطبين شعرنا وشعرنا متنعنش ومتغذي وتحفه. فيلا بينا مع بعض نبدا. مبدئيا قبل اي حاجه، اللي انا هتكلم عنه ده انا ما كنتش عايزه اتكلم عنه خالص لانه هيختفي، وانا بحبه. بيغذي شعري، بيرطب شعري، وترطيبه حلو، وبيغذي شعرك، وسعره رخيص. فبصراحه كده كنتش عايزه اتكلم عنه، بس ما اقدرش اخر عليكم حاجه، اولاد خالتي. هتكلم بقى عنه بأمر لله، ومش مشكله يعني، ان شاء الله يعملوا منه صفقه كبيره فنلحقه كلنا ونعمل منه ستوك عندنا كمان. هتكلم النهارده عن كلام خلصان فيه، مفيش كلام. بصوا، عارفين لما تبقوا ماسكين الحاجه بتعملوا فيها كده، بتبذلوا مجهود جامد عشان تطلع اللي جواها؟ هو ده اللي حصل فيه. يعني هما اخر شويه دول اللي هو بنقعد نبذل فيهم مجهود عشان نخلصهم. الرابعه او الخامسه ليا، وقلت لازم اتكلم وهو برضو تعبان وبيشطب كده. ليه؟ لو انت عايزه حاجه في الفئه الرخيصه، ليه لازم ارشحلك ده؟ اولا، بيرطب الشعر. ثانيا، ريحته جبارة. ثالثا، سعره رخيص. رابعا، بينعنش الشعر، او مش بيرطبه بس، هو بينعنشه. خامسا حاجة، ريحته تحفة. تحفة دي كلمة قليلة وبتقعد في الشعر. سادس حاجة، ملمسه تقيل فبيرطب الشعر كويس. سابع حاجة، عايز اقول لكم انا بكلمكم وريحته تحفة، ريحته جميلة قوي. ده خطير. ولو انتي بجد عايزه ترطبي شعرك وشعرك ما بيترطبش من الحاجات الغاليه قوي، او بيترطبش من الحاجات اللي، جربي ده. جربي ده، حرفيا شعرك هيبقى في حته تانية. شعرك بجد هيبقى في حته تانية خالص، وهتبقى ريحته تحفه. هنقول مكونات عشان الناس اللي بتبقى عايزه تعرف مكونات الحاجه من قبل ما تجيبها. الصبار، الزبادي ده اللي بيصبروه، الزبادي فيه البنك بتاعه مش فاكره بايه، بس انا ده حبيته اكتر لان اولا ترطيبه اكتر، ثانيا ترطيبه اضعف يعني، وثانيا بقى ريحته اللي تحفه بالنسبه لي، تحفه. فانا حبيت اكتر. انت عايزه تجيبي ده اوكي، عايزه تجيبي التاني كان لذيذ برضه، بس انا بالنسبه لي بتكلم عن ده لان ده اللي انا حبيته اكتر. ريحته تحفه. وفي عطر طبعا، وحمض الستريك، ومش عارف ايه، في شويه حاجات كده مؤدبين قوي، بيرطبولك شعرك بشكل مؤدب جدا. يعني هو مؤدب، سعره مؤدب، وبيرطبلك شعرك مؤدب. هتستخدميه ازاي؟ ودي حاجة أنا بحب دايما أقولها في كل حاجة، عشان نستخدمه بطريقة صح، عشان ناخد منه أكتر نتيجة ممكنة، وأكتر نتيجة صح ممكن نستفيد منها. هنغسل شعرنا يا ست الكل، وهنعمل ايه؟ غسلنا شعرنا كويس قوي، نضفنا شعرنا خلاص، شعرنا معلوش أي حاجة خالص. هنيجي نمسك شوية الشعر بتوعنا كده اهو، من هنا اهو، وهناخد منه على ايدينا، وهتبدأي تحطي من أول هنا، مش من الأول من أول ما بداية ما نخلص حتة فروة الراس، ونبدأ نمسك الشعر بتاعنا كده اهو، وهنبدأ نحط على الشعر كله كده اهو، هكذا طبعا، حتة أو سيكشن اللي يريحك، أو قسمي شعرك بالشكل اللي تعرفي تقسميه، عشان أهم حاجة إن الشعر يتغلغل جواه ويستفيد. حابة ان انتي تسرحي شعرك وهو عليه اوكي، مش حابة عشان شعرك ما يتقطعش، بلاش بلاش بلاش. لو شعرك بيتقطع او لو شعرك ضعيف بلاش خالص. سيبيه على شعرك من نص ساعة لساعة. طب ده مش كتير ان انا اسيبه على شعري؟ لا مش كتير خالص، لان انت كده كده اصلا حطاه على الاطراف، فهو ما فيهوش اي ضرر على شعرك، بل بالعكس، هو كل ما هيقعد كل ما هيرطب الاطراف بشكل اقوى. ده اللي مكتوب عليه بترطيب المكثف للشعر الجاف المجهد. انا ما باخدش بالكلام اللي بيبقى او بالحاجات اللي بتبقى مكتوبه على المنتجات من بره، دي ما بحبهاش خالص. انا باخد بالمنتج اللي يريحني واللي يمشي مع شعري. يعني مثلا انا شعري دهني او شعري عادي، والحاجه دي مثلا مكتوبه ان هي للشعر الجاف، هل كده معناه ان يستخدموا شعر جاف؟ لا، انا رطبت لي شعري فخلاص يا عم انا شعري عادي وهستخدمها للشعر الجاف، ما عنديش مشكله. فانت تستخدمي الحاجه اللي تبقى ماشيه معاكي ومريحاكي، مش يعني ما تركزيش على الحاجات اللي بتبقى مكتوبه دي. هو هنا مكتوب انه بيصبروا بروتينات الزبادي، مش فارق معايا يبقى مكتوب عليه او هو بايه، بس يفرق معايا ان هو يبقى بيغذي الشعر. فده بالنسبه لي هيبقى بيغذي الشعر معاكي كويس قوي، وهتبقى ريحته
واو، انا ماسكاه كده مقفول بس ريحته بالنسبه لي تحفه. انا خلصت الفيديو واشوفكم في فيديو تاني وجديد.